السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيان؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم يوميات آية، فيديو جديد على القناة. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه، تاخذوا افكار. لاول مره كتزور قناتي كنقول لك اختي اشتركي وفعلي الجرس باش هكذا توصلي بكل جديد. طبعا لي لايك ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم كيفرحوني وكيدعموني. قبل ما نبدا الفيديو ديالي غادي نقول لكم مرحبا بكم البنات اللي انضميتوا للقناه جداد، مرحبا ومية الف مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم. وشكرا ايضا لانضمامكم وللتعاليق الزوينه ديالكم. اليوم البنات غنشارك معكم الروتين ديالي المسائي. كيف ما كتشوفوا هنا بعد ما تغدينا وارتاحينا، وهنا كيف ما كتشوفوا بقاو لي هاد الطابيات ديال الكوزينه ما صبنتهمش. قلت علاش لا ما نصبنهمش، دابا عندي الوقت خاوي دغيا ندوزهم منهم، نسيق هاد البالكو حتى هو. صراحه كل نهار كيتوسخ، الغبره كتدخل. ما عرفتش واش ندير ليه حتى هو الكرياج ولا ندير ليه الكوليز، والله الا باقا حيره وما عرفتش شنو غندير ليه. كيبان لي على قبل هاد الغبره وهذا واقيلا غندير ليه الكوليز وغنسدو على حساب الغبره. كل نهار خاصك تسيقي وتحكي البالكو. هادشي اللي واقيلا ان شاء الله غنديرو ليه. هنا كيف ما كتشوفوا حكيت هاد الطابيات هادو، الصراحه هاد الزرابيه البنات بغيت نصحكم بهم غزالين. هادو كانوا شاطوا ليا من البيت، من الزربيه اللي عندي في البيت. شاطوا ليا منها على حساب هذيك الزربيه كتقطعها العبار، صراحه زوينه ما كيطيحش لا الهدب ديالها وكتبقى زوينه. هادو ديال باش عرفت انا زوينه، هادو ديال الكوزينه كنصبنهم دائما كيبقاو هما ما كيخسروش. ولكن فيهم انواع، كاين هاد النوع ديال الزربيه وكاين نوع اخر على شكل موكيط. هادو ديال الزربيه البنات راهم خفاف خفاف وزوينين وكيتقطعوا على حساب العبار اللي بغيتو نتوما. انا الصراحه كنصحكم بهم. انا دائما غنبقى نشريهم غير هما في الصابون الساهلين، كتقدروا تصبنوهم غير بالشيته الرطبه ودغيا كيتحيد منهم البقع زوينين، وماشي من هذوك الزربيات اللي كيكونوا تقال، خفاف وزوينين دغيا كيتشلوا دغيا كيتحكوا. زعما الواحد اللي كيبغي ياخذ الالوان الباردين بحال الباج بحال الكري، الالوان اللي كيكونوش ناصحين وما كي يعني دغيا كيتوسخوا، يقدر ياخذهم في هاد الزربيات دغيا كيتصبنوا. وكيف ما قلت لكم انا راه مرارا وتكرارا كنصبن هاد الزرابيات الصغيورين ديال الكوزينه وبقاو هما ما كيخسروش. اما اللي في البيت عندي يلا مره واحده اللي صبنتها فقط وباقا زوينه، وباش عرفتهم انا زوينين غير من هاد الصغيورين. دائما كنصبنهم كتهزيهم خفاف، وحتى الكبيره ديالهم خفيفه بزاف. اي وحده كتعاني من الخمله او من الحساسيه او من الثقل، ما عليها غير بهاد الزربيات. صراحه راه زوينين والثمن ديالهم مناسب، ماشي غالين. يعني واحد الثمن ديالهم زوين ورطبين في المشيه، ملي كتمشي فوقهم رطبين وزوينين كيعطيو واحد اللمعان زوين، واحد البغيو فيهم غزال. اكثريه اللي خدتو اللون ديالهم في القرونه شفتوها البنات، غزال كيحمق. والالوان كاملين فيهم زوينين، كاين الباج الكري اي لون بغيتي كتلقاه فيه. تقدروا ديروه في البيت نعاس ديال وليداتكم، تقدروا ديروه في السيجور، البلاصه اللي كتكونوا كتاكلوا فيها تتهزيهم تتسوسيهم في الشطاب كيتشطبوا دغيا. وحتى في الصابون راهم ساهلين. هادشي علاش شاركتهم معاكم وبغيت نعطيكم افاده عليهم. صراحه انا اي حاجه كنجربها وكتصدق ليا زوينه كنشاركها معكم. كيف ما كتعرفوا عليا داريه الله كنفرج فيها وكنقاد فيها، واي حاجه كانت زوينه تنقولها لكم. شي حاجه كانت ماشي تلهي راه غنقولها لكم. وهنا كيف ما كتشوفوا غنسقي هاد المحيبقات. البارح خليتهم ما سقيتهم الصراحه، عرفتي ما كتسقيهمش غير نهار كينشفوا وكيدبلوا. صافي هنا غادا نسقيهم من حدي دايره الماء في البالكو باش نشف البالكو ويبقى نقي وناشف، حيت ملي كنسقيهم كيهود هذاك الماء كيقطر. راكم عارفين المحيبقات ضروري كيكون عندهم تقيبات من التحت وكيهود هذاك الماء. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غنسقيهم غنعاود نشف البالكو. صراحه ما مطع ليا غير امتى ندير الغازو في الارض. الغازو زوين، وباغا ندير هذاك الخفيف اللي كتصبنيه حتى هو وكتهزيه تنشريه دغيا كينشف غير بالبرد. هذاك هو اللي عاجبني ان شاء الله باغا نديرو.
صافي هنا دابا كيف ما كتشوفوا غنسقي هاد المحيبقات، غنسقي ديول الشرجم حتى هما غنسقيهم كاملين. دابا راه العشيه كنسقيهم مره في الصباح مره في العشيه. بالنسبه للنباتات ما كيبغيوش يتسقاو في الحال سخون، يعني حتى العشيه ولا في الصباح الا بغيتو تحافظوا عليهم وبغيتو تعتنيو بالنباتات ديالكم، سقيهم في الصباح ولا في العشيه. تقدروا تسقيهم جوج مرات في النهار، تقدروا غير مره واحده، ولكن ملي كيبرد الحال ملا سقيتوهم في الحال سخون عرفوا راه غادي تخرجوا عليهم وغادي يدبلوا وغادي يخسروا. وبالنسبه للحال بارد ما عرفتش، يعني ملي الجو كيولي بارد وقيلا تقدروا تسقيهم في اي وقت. انا دابا شاده لهم البروغرام ديالهم، مره كنسقيهم في الصباح مره في العشيه وغادا بحال هكا. رب رزقني فهد عشق بس هو اللي في بالي، صار النفس مالي ما غرا يحلالي، خلانا اطير بلا جنح يمش حلو عطره، دللني كل عمره كلني تحت امره، كلني تحت امره، عاني عاني عافيتي وانفاسي يا مالك احساسي وعيونك منا. وهنا كيف ما كتشوفوا البنات دزت مباشره ملي ساليت غنوجد العشاء منو كوتي منو عشاء، ما درتش لهم اليوم الكوتي. غندير صراحه الصوبه متنوعه بالخضره. راكم عارفين الخضره والمنافع ديالها، ولا كانوش وليداتكم كيشربوا لكم الصوبه خاصكم تعطيوها لهم يشربوها وديروها لهم بشي طريقه اللي تكون زوينه. هنا بالنسبه للصوبه اللي درت انا درت الخضره اللي غتعجب الوليدات وما غتعطيش شي مذاق يكون حار ولا مر ولا شي حاجه. درت خيزو وبطاطا والقرعه كورجيت وواحد بصيله وواحد حبه ديال المطيشه. صافي وقطعتهم مربعات ودرتهم في الماء وغنديرهم نخليهم يطيبوا. كديروا لهم واحد شويه الملح وشويه الزيت وتخليهم يطيبوا. وهنا غادا نوجد بيتزا سائله كتجي ساهله وسريعه. ما يعني ما كتمحنش دغيا كتوجديها. احسن ما تبشري العجينه ديال البيتزا، من الاحسن توجدي هاد البيتزا سائله كتجي ساهله وزوينه. وغنوجدها غير بصدر ديال الدجاج. هنايا عندي واحد البصله، كيف ما كتعرفوا على كل شيء عنده في الدار ديالو الدجاج حيدو منه واحد شويه صدر. وكيف ما قلت لكم عندي بصله قطعتها طرونش بحال هكا رقاق ودرت عليهم هذوك المربعات ديال الصدر اللي واخدهم غير من الدجاج. صافي وغنخليها تشحر بشويه الزيت وشويه الملحه وشويه البزار، وغنزيد عليهم واحد شويه الزعتر وغنخليهم يتشحروا مزيان. وهنا غندوزو باش نقادو العجينه ديال البيتزا. كيف ما قلت لكم العجينه راها ساهله ما غتمحنكمش، يعني تعجنوها وتقرصوها وتدخلوها الفران طيبوها. لا حنا غنطيبوا اليوم البيتزا غير في المقله. بيتزا سائله كتجي ساهله وزوينه. المذاق ديالها لا يقاوم. غتجربوها وغتشكروني عليها. بالنسبه هنايا كديروا قياسكم ديال الدقيق، يعني شحال نتوما باغين. انا هنايا عندي تقريبا 2 كيسان ونص ديال العنبه ديال الدقيق، وغنضيف عليهم كذلك 2 كيسان ونص ديال العنبه ديال الماء. صافي وغنضيف عليها شويه الملحه وشويه الزعتر. صافي وغنخلط الخليط. تقدروا لو بغيتو تضيفوا معاه شويه زيت العود شويه الفرماج اللي بغيتو. انا غنضيف معاه شويه زيت العود ملي غنخلطها، غنسمها بزيت العود حتى هو. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غنخلطهم بهاد الماء اللي شاركت معاكم دابا. غندير واحد 2 كيسان ونص ديال الماء وغنخلط مزيان. باش تجيكم ناجحه خاصكم تخلطوا مزيان هاد العجينه، ما يبقاش هذوك الحبيبات ولا شي تراكم ديال كويرات ديال الدقيق. تحاولوا ما تخليوهمش. وغديروا واحد شويه ديال الخميره، غير شويه ديال الخميره الفوريه، الخميره الفوريه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا درت 2 كيسان ونص، قياس 2 كيسان ونص ديال العنبه. صافي وغنحرك بحال هكا كيف ما كتشوفوا. حركوا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. صافي وغادا تجيكم الصراحه زوينه، ما تجيكمش عاقده بزاف وما تجيش مطلوقه بزاف. ومباشره غتكبوها في المقلاة وتزينوها من الفوق. انا غنوريكم الطريقه كامله ما نحركش لكم المراحل. بالنسبه للصدر ديال الدجاج والبصله ضفت عليهم واحد الفلفله دوائر وشحرتها حتى هي معاهم مزيان. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنكبوا العجين بهذه الطريقه.
حاولوا العجين ما يكونش كتير بزاف باش ما تجيكمش طبقة غليظة بزاف، يكون غير شوية بحال هكا كيف ما كتشوفوا. تحاولوا توزعوا على المقله مزيان، ما تخافوش منها. المقله كتكون مدهونه بالزيت صافي. وغادا نديرو عليها مطيشه، لاصوص مطيشه. تقدروا تصايبوا لاصوص ديالكم ديال الدار، تقدروا ديروا غير هذاك سوليس جاهزه. صافي غادا نكبوه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. الصلصه ديال البيتزا، اي وحده تكون عارفه الصلصه ديال البيتزا كيفاش كتصايبها. صافي وغادا نضيفو عليه البصله والدجاج والفلفله من الفوق، وغنضيف عليهم فرماج ديال ساندويش، وغنضيف عليهم حتى الفرماج المبشور، وغنحطهم فوق البوطه ونخليها طيب. ضروري تغطيوها من الفوق. الصراحه كيف ما قلت لكم هاد البيتزا راه سهله وسريعه، غير اللي ما بغاش يوجد بيتزا لوليداتو حسن من البيتزا اللي كتباع شي حاجه ديال الدار وعارفه راسك باش موجداها وكتجي غزاله. يعني بالنسبه للناس اللي كيعجزوا باش ينوضوا يصايبوا بيتزا ويبقاو يزوقوا وقادو، ولا كيعجزوا باش يشريو لاباط ديال البيتزا، يديروا غير هاد العجينه السائله كتجي غزاله الصراحه. صافي هنا نكمل التزيين ديال البيتزا ديالي. كل وحده تقدر دير فيها اللي بغات، ماشي ضروري ديروا هادشي اللي عندي انا اللي متواجد عندي في الدار صايبته، حتى حاجه ما جبتها من برا. تقدروا ديروها بالطون، تقدروا ديروها باش ما بغيتو. صافي كيف ما قلت لكم انا داكشي اللي عندي متواجد في الدار هو اللي درتو. ما عنديش الزيتون ما درتوش، حيت هي بيتزا كتبغي الزيتون، ديروا الزيتون الكحل او الزيتون الاخضر المقطع دوائر حتى هو كيجي غزال. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غنحطوه على عافيه مهيله، ما تكونش العافيه مجهده بزاف، ونغطيوها ضروري المقله تكون عندها الغطا ديالها، ولا تغطيوها بشي صينيه كيف ما غندير لا انا. صافي وتخليوها طيب على خاطرها. ملي غتوجد الصوبه غتكون بيتزا طايبه. الصراحه الطياب ديالها كطيب ما كاملاش ربع ساعه كطيب، يعني ما كتاخدش الوقت بزاف. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غنغطيها وغنخليها طيب. هذه البنات من اسهل البيتزات اللي تنصايب، هذه سهله وسريعه. غير وجدوها وردوا عليا في التعاليق، غنتسناكم ان شاء الله. وهنا كيف ما كتشوفوا الصوبه هي طابت، الصوبه ديال الخضره. خليتها بردت واحد شويه. صافي دابا هنا غنديرها في الطحانه وغادا نطحن هاد الخضره كامله. كاين الناس اللي كيبغيو الخضره تبقى باينه يقدروا يقطعوها مربعات ويطيبوها وينسموها باش ما بغاو. انا هنايا نطحنها على حسب وليداتي وهذا كيبغيوها مطحونه. صافي وغادا نطحنها مزيان كيف ما قلت لكم. غنضيف عليها شويه البزار، شويه سكينجبير، واحد الكنوره ديال البقري غنضيف حتى هي واحد النص ديالها، وغنضيف عليها شويه زعفران او الكركم. صافي وغندير عليها الفرماج، غندير عليها واحد المثلث ديال الفرماج، صراحه كتجي غزاله. غير جربوا هاد الصوبه حتى هي كتعجب الوليدات الصغار، المذاق ديالها رائع. وكيف ما شفتوا الخليط راه ساهل اللي درنا فيها، ما درناش شي حاجه صعيبه يعني. اللفت كيعطي واحد المذاق، ولا القرعه الحمراء ولا هذا، واخا هادوك حتى هما مزيانين ولكن ما درناهمش على حساب الوليدات الصغار باش يقدروا ياكلوها، وحتى الناس الكبار كذلك. رب رزقني فاد عشق، بس هو اللي في بالي. صار النفس مالي، ما غرا يحلالي. خلانا طير بلا جنح، يمش حلو عطرة. دللني كل عمره، كلني تحت أمره، كلني تحت أمره. عيني عيني عافيتي وانفاسي، يا مالك احساسي وعيونك مناسي. عيني 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 شفت وياك ايام ما تتكرر بالاحلام. افرش عيني وتنام. عيني عيني ليلة ورا ليلة اشتاق لك، اطلب حياتي تهون لك. بحضاني وانا احن لك، احن لك، اشتاق لك.
وهنا كيف ما كتشوفوا البيتزا ديالي ها هي وجدات، صراحة كتجي غزالة. وحتى المذاق ديالها رائع. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتهبط من المقلة بواحد السهولة، ما كتلصقش ليكم ولا شي حاجة، وكتجي زوينة. وبالنسبة لهاد البيتزا راه كبيرة واحد شوية، يعني عائلية، يقدروا ياكلوها 3 الناس بحال هكا، مع الشوربة راها كافياهم. غير جربوها. بالنسبة للشوربة، هداك الشيء اللي درت فيها على حساب الدراري الصغار، وهذا ما كيبغيوش ياكلوا بزاف د الحوايج، ما درتهمش على حساب وليداتي. ما درتش الربيع، مولفه كندير فيها الربيع حتى هو المعدنوس، يعني كنقبطو وكنديرو. ما درتوش على قبلهم بزاف د الحوايج. في الخضار حتى هما ما درتهمش. درتها بحال هكاك على حساب الوليدات باش ياكلوها وترافقوها مع البيتزا. غيكون عشاء ان شاء الله صحي. الوليدات والناس الكبار حتى هما والناس الصغار، يعني اي واحد راه عشاء صحي. يتعشوا به، منه كوتي، منه عشاء وينعسو خفيف. بالنسبة للصوبة كيف ما كتعرفوا راها رائعة. والواحد بحال هكا الا بقى كيتبع النظام الغذائي ديالو ويدير خضيره بحال هكا، ماشي ضروري ديري غير بيتزا بوحدها وتعشي بها، تقدري ديري معاها حتى الصوبه، تقدري ديري معاها شي حسوه ولا شي حاجه باش تقدري تفيدي راسك بشي حاجه صحيه. صافي، هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما خليتها طيب مزيان حتى اختارت. صافي، دابا غادا نوجد المائده ديالي ديال العشاء. كيف ما العاده كنبغي نقول لكم حتى نتوما بالصحه والراحه عشاكم. الا كنتو كتشاهدوا الفيديو نتوما كتعشاو ولا كتغداو بصحتكم. وهنا كيف ما كتشوفوا الطويبله ديالنا ها هي وجدات. عشاء سهل وخفيف يقدر يوجدوا اي واحد في البيت ديالو. الا كنتي حيره وما عارفه شنو غتوجدي اليوم من العشاء، ما عليك غير توجدي الشوربه لوليداتك وبيتزا ديال العجينه السائله بهداك الشيء اللي عندك موجود في البيت ديالك، تفرحي به وليداتك وهانتي معشيه وتنعسي مرتاحه. وكيف ما العاده كنبغي نشكركم كاملين على التعاليق الزوينه ديالكم، وكنشكر الناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالي. كنبغي نقول لهم شكرا لكم بزاف على انضمامكم وعلى التعاليق الزوينه ديالكم. كنشكركم كاملين. وكنشكر جميع الناس اللي كيخليو لي التعاليق التحفيزيه وكيبقاو مساكن يكتبوا شحال التعاليق. شكرا لكم كاملين. واي وحده بغات تواصل معايا مرحبا بها في الانستغرام ديالي، راه كنخليه لكم في صندوق الوصف. اي وحده بغات تواصل معايا في الانستغرام. وهنا كيف ما كتشوفوا وصلنا لنهايه الفيديو. بسلامه عليكم حتى الفيديو ديال غدا ان شاء الله.